السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، ويعود عليكم الأيام الجميلة دي وانتم بألف صحة وسعادة. رمضان مبارك عليكم جميعا بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض العيش البلدي أو العيش المرحرح أو العيش بالردة أو العيش الفلاحي زي ما بتسموه، بتاع أجدادنا وأمهاتنا بالطريقة الأصلية، ما فيهاش أي افتكاسات. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ولو لسه مبتدئ او اول مره تعمليه هتعمليه بمنتهى السهوله، ما فيهوش اي تعقيد تماما. العيش طري جدا جدا وخفيف وكله منفوخ، ما فيش ولا رغيف صفطان ولا مبلط في الفرن ولا اي حاجه. شايفين العيش شكله عامل ازاي؟ بجد تحفه جدا، لازم كلكم تجربوه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على اشرف خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في الطريقه بتاعتنا على طول. اول حاجه حبايبي، انا معايا 3 كوبايات من الدقيق بالكوبايه المعياريه، او نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. اي نوع دقيق هينفع وهيبقى زي الفل، ولو حتى الدقيق البلدي هيبقى خطير. معايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا معلقتين كبار من السكر. وهقلب كده المواد الجافه كويس قوي مع بعض، وبعدين اضيف ذره بسيطه جدا من الملح. خلاص. وبعدين انا هاجي العجينه دي بميه فتره من الحنفيه، لا ميه بارده ولا ميه سخنه، هي ميه فتره خالص من الحنفيه. وابدا ان انا اضيف الميه شويه بشويه واعجن بقى العجينه كويس قوي. قوام العيش دوت مش بيكون العجينه ماسكه نفسها، العجينه بتكون سايله. خلاص. بس مش سايله قوي، يعني بتكون قوام العجينه وسط. ببدا ان انا اضيف الميه شويه بشويه، وابدا ان انا بقى اعجن العجينه زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه ما نضيفش الميه مره واحده عشان العجينه تبقى مظبوطه. المقادير سهله وبسيطه خالص زي ما انتم شايفين كده. العيش ده مش بيتحط له اي زيت تماما. ببدا بقى ان انا اضيف الميه زي ما انتم شايفين شويه بشويه لحد ما العجينه تبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني بتكون قوامها سايل بس مش سايل قوي. لو انت متمكنه في العيش ده عادي جدا انك تخلي العجينه قوامها سايل، يعني يكون اخف من ده. لو انت متمكنه وهتعرفي ان انت تفرديها على المطرحه. ولكن انت عشان لسه مبتدئه او لسه ما عملتيهوش كتير او لسه اول مره تعمليه، فالقوام ده مظبوط قوي. خلاص. فببدا بقى ان انا احطه في الطبق واسيبه يخمر لمده ساعه، لازم يتضاعف حجمه مره كمان. معايا هنا رده، ببدا ان انا اغلف الصينيه اللي انا هقطع فيها كلها رده بالشكل ده. علشان بقى ان انا اقطع العيش لازم ابل ايدي ميه، بلاش يا جماعه ندهن ايدينا زيت، ندهن ميه اسهل واحسن. خلاص. وبعدين ببدا ان انا بقى اقطع العجين زي ما انتم شايفين كده، وطبعا على حسب حجم الرغيف، عايزاه صغير عايزاه كبير زي ما انت عايزه. بصوا حبايبي بقى، بعد ما بعمل كل كميه الكور دي لازم اسيبها ان هي تخمر لمده ساعه. يعني بعد ما بشكل العيش واعمله كور كده لازم يخمر، دي اهم نقطه عشان العيش يقب معايا في الفرن. يعني بعد ما بكوره واحطه على الصينيه اللي مرشوشه رده، ببدا ان انا اسيب الكور دي لمده ساعه لحد ما تخمر واحس ان هي يعني اختمرت. ببدا ان انا اجيب اول كوره كده انا كورتها، وابدا ان انا احطها على مطرحها، عليها رده كميه محترمه من الرده. خلاص، عشان العيش ما يلزقش، العيش طري جدا. وبعدين ببدا ان انا ابل صوابع ايدي كده، يعني طراطيف صوابعي كده ميه، عشان ابدا ان انا افرد العيش. خلاص. لو انت طبعا مش متمكنه ان انت ترحي العيش زي ما انا كنت بعمل كده، بنبدا ان احنا نبل ايدينا ميه ونبدا ان احنا نفرد في العيش، بس كده سهل جدا. والتسويه بتاعته بقى يا جماعه، سواء فرن غاز او فرن بوتاجاز، ببدا ان انا اشغل الفرن واسخنه كويس جدا جدا قبل التسويه بحوالي 5 دقايق. ولازم الفرن يكون عالي جدا من فوق ومن تحت، ما ينفعش العيش ده يا جماعه يدخل على النار هاديه ابدا، لازم النار تكون عاليه جدا. وابدا ان انا احط العيش، واول ما يبدا ياخد لون ابدا ان انا اطلعه بسهوله جدا، ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ العيش طري جدا جدا، خفيف، طعمه حلو قوي قوي. حلو يا جماعه للسحور لو عملتوه في البيت، طعمه طعم بطريقه مش طبيعيه. وشايفين لونه ابيض وجميل ازاي؟ احلى من الجاهز 100 مره، نفس طعم اجدادنا وامهاتنا اللي كانوا بيعملوه لنا زمان. بجد لو جربتوه هتنبهروا من النتيجه. وتقدروا طبعا تحطوه في اكياس وتعينوه في الفريزر وتطلعوه على الاستخدام على طول.
طريقته مفيش اسهل ولا ابسط منها، حتى المبتدئين اللي اول مره يعملوه النتيجه هتطلع معاهم خرافيه. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، يا رب يكون عجبكم والطريقه تكون سهله وبسيطه، واسيبكم في رعايه الله واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه.